بغيتوا البيتزا تجيكم بحال الا خارجه من شي مطعم ايطالي، جربوا هاد الطريقه اللي غادي نعطيكم. احسن وصفه وصلت ليها، كتجي لذيذه بزاف وكلها فارغه. في الليل كناخذ الماء مع الدقيق شويه ديال الخميره ونخلطهم ونخليهم 12 ساعه. نهار الثاني كناخذ داك الخليط فاش تفاعل كنديرو في شي اناء، نزيد عليه الماء، نزيد الخميره وندوبهم مزيان مع بعضياتهم ونزيد الدقيق. نجمع العجينه ديالي اللي غادي تكون مرخوفه بهذا الشكل، نغطي عليها 20 دقيقه، نزيد لها الملحه وزيت الزيتون، ثم غادي نعجنها مزيان سواء بهذه الطريقه ولا اي طريقه كتناسبكم. وكناخذ واحد البواطه كندهنها بزيت الزيتون وكنديرها فيها وندخلها الثلاجه مده ديال 24 ساعه. وهذا هو السر الثاني اللي غادي يخليها تجينا خاويه من الداخل. من بعد ما بقات في الثلاجه 24 ساعه، شوفوا كيفاش كتكون عامره فقاعات. كنشكلها هكا كره من بعد ما رشيت الدقيق مزيان، نخليها ترتاح بين ما وجدت الصلصه والحشوه اللي غادي ندير الفوق. نقلبها فوق الطبله وكيف ما كتشوفوا كنعلم فين غادي نضغط، نعاود نقلبها ونبدا كنقرص فيها وكنرققها مزيان من الوسط وانا كنتفعل برا باش هكا داك الهواء كامل كيمشي للجناب. نديرها فوق من ورق الطهي، ندير الصلصه، ندير موتزاريلا هي الاولى، من بعد كندير الاضافات اللي بغيت. انا درت هنا شويه ديال الكورجات مشويه، فلافل الوان والبصله مشحره، شويه ديال الطون، وكنسالي ديما بزيت الزيتون. كنطرحها في الفران اللي كيكون سخون على اعلى درجه في المقله ديال المسمن، ولا اي مقله عندي تكون سخونه مزيان. وهذه هي النتيجه النهائيه، اروع بيتزا غادي تجربوا.